لو من 6 شهور بس كنت قلت لي اني هعمل $13,000 في 6 شهور بس كنت اقول لك انت بتهزر. بس اللي حصل معايا كان مختلف عن اللي حصل مع اي حد. وفي اخر الفيديو ده هوريك فيديو من داخل Upwork اكونت بتاعي عشان تشوف كل حاجه على الطبيعه. انا عارف ان محدش بيوريكوا ارقام، استحاله حد ولا في الوطن العربي ولا غير الوطن العربي ان هو يوريكوا ارقام من داخل البروفايل، بس انا ما عنديش اي مشكله خالص ان انا اوريكوا كل الارقام اللي انا عاملها لايف على الاكونت، ونخش على الكونتراكت والحسابات وكل حاجه وتشوفوا انا عامل كام بالظبط. ناس كتير قوي بتقول لك ابدا على Upwork، خد شغلانات صغيره $5 $10 $15، ودي حاجة كانت مختلفة تماما عن اللي انا عملته. انا لحد الان عامل على Upwork 7 شغلانات، والسبع شغلانات دول هم اللي انا جبت منهم $13,000. انا بدأت في Upwork من شهر 6 2025. طبعا انا بصور الفيديو دوت في يناير 2026. من شهر 6 لشهر 12 قدرت الحمد لله احقق الرقم اللي بكلمكم عليه ده، بسبب ان انا اول شغلانة خدتها على Upwork كانت بعقد فول تايم. العقد ده كان مع ماركتنج ايجنسي امريكيه. انا شغال ميديا باير للناس اللي ما تعرفنيش. طبعا اشتغلت معاهم فول تايم والحمد لله حققت معاهم ارقام كويسه جدا. زي اي حد كنت دايما حلمي ان انا ابدا على Upwork، وحلمي ان انا اشتغل فريلانسر، اتحرر من حته ان انا اشتغل في شركه، اكون شغلي خلاص من الساعه 9 للساعه 5 واتاخرت على الشغل ليه، وتضيع ساعه في المواصلات رايح وساعه في المواصلات جاي، والموضوع طبعا بيبقى صعب جدا. طبعا انا قررت اخش عالم Upwork بطريقه مختلفه، باسلوب جديد، باحترافيه اكبر في كتابه البروبوزل، باني انقي الشغلانات الصح بعكس الاول. انا واحد كان عندي Upwork بروفايل قبل كده زمان، وApwork بروفايل دوت كنت بخش اقدم على شغلانات كتير جدا 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 وعمرها ما ظبطت معايا. دايما كنت بحس باحباط، بحس بيأس، اللي هو انا شايف ناس على الاكونت بتعمل او على البلاتفورم بتاع Upwork بيعملوا الاف الدولارات، في منهم اللي عامل $10,000 $20,000 $30,000، وانا مش عارف اجيب حتى على البلاتفورم حتى $100 على بعض. فطبعا ده كان مسبب لي احباط كبير، ودايما كنت اسمع كلام الناس اللي بيقولوا لنا قدموا على شغل $5 وب$10 عشان بس تجمع ريفيوز في الاول، وبعد كده تبتدي ان انت تاخد شغلانات اكبر وتكبر الاكونت بتاعك وهكذا. بس زي ما قلت لكم انا اول شغلانه خدتها كانت شغلانه فول تايم، بصراحه دفعتني دفعه كبيره جدا. ازاي خدت الشغلانه؟ خدت الشغلانه اولا بسبب ان انا الحمد لله البورتفوليو بتاعي كويس، وده حاجه يمكن بنسبه خلينا اقول 80% او يمكن فوق ال 80% الاعتماد على المهارات بتاعتك وعلى البورتفوليو بتاعك. لو البورتفوليو بتاعك كويس، لو شكله منظم، لو فعلا في ارقام كويسه، ساعتها تقدر ان انت تقنع العميل بيك. ولكن عشان اصلا العميل يبتدي يشوف البورتفوليو بتاعك دوت ويشوف شغلك دوت، محتاج ان انت اصلا تخليه يبص على الرساله اللي انت بتبعتها او البروبوزل اللي انت بتبعته له. ودي حاجة أنا كنت شارحها في فيديو فات، هتلاقوني سايبه لكم في علامة الآي اللي فوق دي. الفيديو ده بيكلمك عن إزاي تجيب أول عميل على Upwork، وساعتها أنا كنت عامل $7,000 على Upwork كانوا في 3 شهور بس. فالحمد لله دلوقتي عامل $13,000. حتى حد من ضمن السبعة اللي اشتغلت معاهم، منهم حد رجع يشتغل معايا تاني، بسبب ان الحمد لله يعني ما بسيبش حاجة غير لما اظبطها للعميل، اقدم ريكومنديشنز، اقدم نصايح، العميل يحس ان ده البيزنس بتاعي، بقول له ان البيزنس ده بتاعي زي ما هو بتاعه بالظبط، مش مجرد ان انا عايز اخلص الشغلانة وخلاص. بصراحة انا في الفيديو دوت مش كاتب سكريبت طالع اتكلم بطريقة دردشة تمام بيني وبينكم، اقول لكم ان مش مستحيل انك تقدر تحقق ارقام كبيرة على مواقع العمل الحر. طبعا كل الناس بتقولك ان اصعب موقع هو Upwork، وانك ما ينفعش تبدا على Upwork، روح ابدا على خمسات او مستقل. دي حاجه عايز اقولك انها يعني دقيقه ومش دقيقه تمام. انت تقدر ان انت لو معاك انجلش تبدا على Upwork عادي جدا بدون خوف وبدون قلق، وتقدر ان انت تنافس وتعمل ارقام كبيره. مستقل او فايفر طبعا موقع يهودي خلاص محدش المفروض يشتغل عليه، بس مستقل او خمسات تمام هم مواقع عربيه، فانت
انت لو معكش اي مهاره في اللغه الانجليزيه او ما بتعرفش تتكلم انجليش كويس، في الحاله دي تقدر تروح طبعا خمسات او مستقل. بس لو انت بتتكلم انجليش كويس لا ما تخافش، روح على ابورك بعد ما تكون عملت او لو هتعمل الحاجات او الاستراتيجيه اللي انا اتكلمت عنها في الفيديو اللي انا قلت لك هسيبه لك فوق، اللي بيتكلم عن ازاي تجيب اول عميل على ابورك. انا مش طالع الفيديو ده عشان اشرح لك ازاي تجيب اول عميل على ابورك، لان اوريدي عملت الفيديو تقدر تتفرج عليه بعد ما تخلص الفيديو ده، ولكن انا طالع اقول لك اني واحد زيك كنت بادئ مفيش اي حاجه خالص، بدات من الصفر، ما عنديش ولا ريفيو ولا عندي اي حاجه خالص. انا بدات ادور على شغلانات زيك، ولكن انا بعد بحث كبير جدا جدا وبعد 4 سنين بحاول اجيب عميل وما بعرفش، اتفرجت على فيديوهات كتيره جدا على يوتيوب وعلى يوديمي وغيرهم عشان اقدر اجمع خبره واشوف الناس الفريلانسرز الكبار بيعملوا ايه وايه الاستراتيجيه اللي بيتبعوها، والحمد لله ده فادني جدا فعلا، وقدرت ان انا اجيب بيه تمام الارقام اللي جبتها. مش عايزك تضيع وقتك وتحرق نفسك مع عميل هياخد مجهودك ويديك في الاخر $5 او $10 زي ما كل الناس بتنصحك، ودي حاجه انا كنت متبعها الاول ولكنها مش مفيده، ده اللي انا اكتشفته. فانا حتى بعد ما الحمد لله عملت $7,000 مع عميل واحد في اول 3 شهور، قدرت بفضل الله الاقي عميل تاني برضه فول تايم وبنفس الرينج، وقدرت ان انا يعني احقق منه الحمد لله لغايه دلوقتي برضه ارقام كويسه، وطلعت من $7,000 لل $13,000 في 3 شهور التانيين، في ال3 شهور التانيين اللي هم من شهر 9 لشهر 12. تمام. انا مش عايز بصراحه حد يضيع وقته ومجهوده ويحرق نفسه، زي ما قلت لكم جو اهيد شوف الفيديو اللي انا سايبه لك. لو عندكم اي اسئله اسالوها لي، انا موجود، هكون بعمل فيديوهات كتير عن الفريلانسنج الفتره الجايه عشان افيدك، اقول لك ازاي اصلا تتعامل مع العميل، ازاي تنظم شغلك، ايه البلاتفورمز اللي تخلي حياتك بشكل عام منظمه عليها. هكون بتكلم عن الماني مانجمنت بشكل عام لان دي حاجه انا انترستد بيها، انترستد بالماني مانجمنت وانترستد بالباسيف انكم. هنتكلم عن الاي كوميرس في الفتره الجايه، هنتكلم عن يعني الاستثمار في حاجات مختلفه. فان شاء الله السنه دي بالنسبه لي هتكون سنه بركز فيها على اليوتيوب وعلى الكونتنت كرييشن بشكل عام، بجانب طبعا الفريلانسنج، عشان خاطر انا شايف ان انا عندي الحمد لله خبره كويسه سواء في شغلي كميديا باينج او كاي كوميرس او طبعا فريلانسنج، اقدر اطلعها لاخواتي يستفيدوا منها ويقدروا ان هم يعملوا فلوس من مكانهم من البيت. والحمد لله خلال 6 شهور دول قدرت اسافر اكتر من بلد، قدرت اسافر ماليزيا، قدرت اسافر تركيا. فالحمد لله دي حاجه قدرت اعملها بما اني بشتغل اونلاين، بعكس ما اكون شغال في شركه وطبعا كل يوم الصبح ملتزم باني اروح احضر الشيفت في الشركه نفسها. فمش عايز الفيديو يكون طويل، بس حبيت اتكلم معاكم واقول لك اوعى تحبط، سنه سعيده جميله عليكم ان شاء الله، تقدروا تحققوا فيها كل اللي نفسكم فيه، بالذات في حته الفريلانسنج اللي هتخليك حر، مفيش مدير فوق راسك يعني يحاسبك بالشكل التقليدي، او الشركه ما تكونش بتديك حقك والكلام ده كله. لا، انت لما بتشتغل مع عميل بيدفع بالدولار، تمام، هو كده كده ان مهما دفع لك بالنسبه له بيدفع لك اقل من اللي بيدفعه في بلده. يعني هو لو امريكي والمفروض انت في وظيفتك تاخد $6,000 في الشهر، $7,000 في الشهر، هو بيدفع لك 2000 او $3,000، انت بتبقى مرضي جدا، تمام، مقارنه بالمرتبات في مصر او مقارنه بالمرتبات في بلدك حتى لو انت في الخليج. وطبعا هو بالنسبه له هيبقى موفر كتير. تمام. انا عايزكم تسيبوا لي الاسئله زي ما قلت لكم، انا هكون ريدي طبعا ان انا ارد على كل الاسئله. تعالوا بقى اخدكم في جوله في الاكونت زي ما قلت لكم قبل ما نقفل الفيديو. طيب يا شباب، ده البروفايل بتاعي على اب وورك. تمام، زي ما انتم شايفين كده الحمد لله انا توب ريتد على اب وورك في اول 3 شهور، والحمد لله نسبه الجوب سكسس عندي 100% بفضل الله، وعامل اكتر من $10,000 على المنصه في اخر 6 شهور، وهم دلوقتي وصلوا $13,000. طبعا هوريكم دلوقتي الصفحه اللي موضحه ال $13,000، والرقم ده مش هيتغير غير لما انا اوصل ل $20,000، وساعتها هيكون مكتوب 20 بلس بدل 10 بلس. الحمد لله عاملهم من 7 شغلانات بس، والحمد لله عامل اكتر من 700 ساعه في ال6 شهور، 758 ساعه. فالحمد لله انا من اسرع الناس في الوطن العربي اللي تجيب الرقم دوت
في 6 شهور بس. تمام، زي ما انتم شايفين كده صورة البروفايل عندي واضحة، كاتب تايتل كويس، ديسكريبشن كويس، بورتفوليو بتاعي محطوط هنا. طبعا كل المعلومات اهي موجودة، مفيش حاجة سايبها ابدا. دي ريفيوز اللي انا واخدها الحمد لله، ريفيوز كويسة جدا، منهم ريفيو طبعا العميل اجتهد جدا جدا عشان يكتبه لي، عشان بصراحة ما كنتش سايب حاجة لما يعني عملتها عشان الكلاينت يبقى ساتسفايد جدا. طبعا في الفيديو اللي انا قلت لكم عليه اللي شارح فيه ازاي تجيب اول عميل على ابورك، انا شارح لكم فيه ازاي تبنوا البروفايل دوت بشكل احترافي. تمام، وهتلاقوني شارح لكم تولز تستخدموها، حتى بتكتب لكم برومتس احترافيه وكده عشان تقدروا تطلعوا احسن نتيجه ممكنه. فمبسوط جدا انها توب ريتد بصراحه في اول 3 شهور، ودي حاجه عظيمه جدا. بالنسبه بقى لل 13000 دولار، لو رحنا للستيت اند ترانس هنا، فهنلاقي ان انا الحمد لله عامل 12939، يعتبر 13000 دولار. باذن الله بالظبط يومين ثلاثه والرقم ده هيتغير لحوالي 13000 دولار وشويه، لان انا عندي حوالي 900 دولار بيندنج الاسبوع دوت. فانا بوريك كل حاجه بشفافيه من الاكونت بتاعي، ما اظنش ان حد ابدا وراكم كده قبل كده، وانا هكون محافظ على الشفافيه دايما. حتى لو بشرح لكم اي كوميرس او بشرح لكم اي بروجكت انا عامله، هوريكم ارباحي بشكل صريح وواضح، بدون يعني بشفافيه وبدون اي الصراحه يعني تغطيه على الموضوع. تمام، فزي ما انتم شايفين كده الحمد لله الجوب سكسس 100%، يا رب دايما يفضل كده. والكلاينت ريليشن شيبس دي بتظهر لما انت بتشتغل مع كلاينت اكتر من 6 شهور، او في كلاينت بيرجع لك تاني. تمام، فطبعا انا بيقول لي ان هنا 33% المفروض من الكلاينت اللي اشتغلوا معايا رجعوا لي، يعني كلاينت ريليشن شيبس لونجر ذان 90 دايز. الكلاينت اللي اشتغلت معاهم اكتر من 90 يوم، لان انا قلت لكم في الفيديو لو تفتكروا ان في كلاينت من اللي اشتغل معايا كانت رجعت لي تاني عشان نشتغل مع بعض، فعشان كده النسبه دي بدل ما كانت صفر بقت 33%. فحاجه كويسه جدا الحمد لله. اخر 90 يوم زي ما انتم شايفين كده البروفايل بتاعي جايب فيوز كويسه، جايب خلينا انفايتس كويسه. خليني اجيب اخر 90 يوم ادي 16. الامبريشنز جايب الحمد لله ادي 42 4 كليكس. يعني انا ساتسفايد جدا بالموضوع دوت، وان انا بقيت توب ريتد، وان شاء الله قريبا توب ريتد بلس باذن الله يعني. فيعني موريكم كل حاجة بصراحة. تمام، أتمنى إن أنتم تكونوا استفدتوا، و أي حد عنده سؤال أي حاجة يقول لي، وأنا إن شاء الله هكون بعمل لكم كورس كامل في الفريلانسنج قريب جدا، ياخدك من الصفر لحد ما تبتدي تاخد أول عميل وتحقق فلوس فعلية بإذن الله، وأشرح لكم إزاي تقدروا تسحبوا أرباحكم من أبورك وكل حاجة. مش هسيب أي حاجة خالص غير لما أشرحها. فشكرا جدا لكل واحد كمل الفيديو للآخر، وإن شاء الله تبقى سنة سعيدة علينا كلنا. سلام.